الكفته بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله، كفته الباذنجان ما شاء الله عليها. وصفه حلوه وجميله خالص وخفيفه وحلوه للدايت وحلوه للمعده ما شاء الله، عشان ما فيش زيوت، يعني خاليه من الزيوت وكده ولا سمنه. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل كفته سهله وبسيطه. هنعمل كفته باذنجان ان شاء الله، عشان غلو اللحمه والاسعار وكده والدايت كمان، احنا عاملين دايت فعايزين حاجه للدايت كده جميله. فتعالوا نعمل مع بعض كفته الباذنجان. العيال اول ما يشوفوها يقول لك انت عامله لنا برجر، خاصه لو في جرس او في عيش كده ابيض طري وتحشوه لهم يقول لك ده برجر لحمه، مش هيعرفوا ان ده باذنجان اصلا. تعالوا نخش على طول على الطريقه يا حبايبي ونشوف المكونات بتاعته ايه. باذنجان طبعا بديل للحمه ما شاء الله. ده كيلو ونص باذنجان معاه، انت ممكن تعمل كيلو، تعمل نص كيلو اللي انت عايزاه، كميه اكبر كده على حسب الافراد اللي محتاجين لافراد عيلتك يعني. شويت الباذنجان طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، وقشرته تمام وهرسته كمان، بس حطيته في مصفى عشان ينزل كميه الميه اللي فيه، لان الباذنجان المشوي فيه ميه كتير بتنزل منه كده بعد الشوي، فصفيت منه الميه علشان ده هيتعمل اجروس. هنا معايا فلفل اخضر، المفروض يبقى احمر بس انا ما عنديش احمر فقطعت اخضر معايا، يعني ده هيسد وده هيسد. معايا كزبره خضراء، ممكن يكون بقدونس. معايا معلقه ثوم مفروم، حبتين طماطم صغيرين او حبه كبيره، شلت القلب بتاعهم وده القشره بس بتاعته، يعني اللحمه اللي من بره بتاعت الطماطميه بس، كل لحمه النهارده ما شاء الله. معايا حبيتين بصل مقطعين برضو شرايح عاديه. معايا هنا بضايه واحده، ومعايا هنا طبعا التوابل، الفلفل اسود، كمون، 7 بهارات، كزبره ناشفه مطحونه، ومعايا الملح طبعا ده ضروري، ومعايا كمان الاضافه التانية ده بقسماط مطحون. تعالوا يلا كده نخش على الطريقه على طول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كل المكونات كده هتنزل على بعضيها. توابل، ملح ده قليل شويه، هتزود ملح تاني. بضايه واحده بس عشان الكفته بتاعتنا تتماسك في الفرن، لان ده هيخش الفرن مش هيتجلي. وممكن برضو تحمر منه عادي زيت خفيف خالص وتحمريه، بس احنا علشان دايت وكده فهندخله الفرن. البقسماط، الناس اللي هم مش عاملين دايت يقدروا يحمروه، حته سمنه، حته زيت صغيره يعني، مش كتير، يعني زي البرجر بالظبط، زي نظام البرجر. انا عايزه هنا ملح تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اظبط الملح بتاعي كويس. لو مفيش اطفال صغيرين خالص ضيفي شطه، هيبقى ما شاء الله حاجه روعه. شطه خضراء، شطه ناشفه اللي هي الحمراء دي السوداني، ما شاء الله يبقى جميل. ممكن تقسم الكميه 2 كمان، وجزء تحط له شطه وجزء تعمليه ساده، ده اللي هنعمله كده في الاخر. بس يعني الاول كده نظبط العجينه مع بعض كده تمام. كده نجهز الخلطه بتاعتنا اهو. معايا هنا ورقه الزبده، والصينيه اللي انا بشوي فيها الباذنجان، لان انا بشوي الباذنجان تحت الشوايه في الفرن، ما بشويش من فوق على البوتاجاز وابوظه، لازم من ورقه الزبده ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. اروح ماسكه كده، ممكن تجيبي علبه وغطا وكيس زي ما بنعمل البرجر، لو يعني مش هتعرفوا تظبطوه على ايديكم كده، تعمليه على اساس ان ده برجر بالظبط. ده هيبقى الحجم بتاعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هولع الفرن من تحت طبعا، هدخل الصينيه بتاعتي على الرف الوسطاني، هولع الفرن من تحت وولع من فوق، بس النار هتبقى خفيفه لان ده هياخد تشميعه بس، يعني كل حاجه طبعا يعتبر الباذنجان مستوي والبيض بيستوي بسرعه، والخضار ده احنا عايزين الخضار يبقى كده فيه، فمش عايزين نار عاليه جو، هياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت
وهنطلع ونقدم ان شاء الله على طول. لازم احطه على الشبكه في النص، ما احطوش من تحت علشان ما يلسحش مني. هعمل دي بس معاكم كده، وهكمل باقي الكميه وادخلها الفرن واطلع ان شاء الله معاكم وقت التقديم بالشكل ده كده. مليت الصينيه بتاعتي يا حبايبي اهي، معايا حبه زيت صغيره خالص كده على الوش بس كده. كل الاجراس بتاعتي همشي عليها بس بالطريقه دي كده، ولازم بالفرشه ما عشان الضيط يعني عشان ما يزيدش علينا الزيت. ولعت الفرن برضو على الرف الوسطاني وادخل الصينيه بتاعتي. اول ما ياخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت ويستوي كده تمام، هطلع واقدم معاكم ان شاء الله. بس كده، ده الشكل النهائي حبايبي الكفته بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله. كفته الباذنجان ما شاء الله عليها، او البرجر براحتكم سموه زي ما تسموه. عيش طاري جنبيه او عيش مخبز وسندوتشات كده نغري الاطفال بيها. وصفه حلوه وجميله خالص وخفيفه وحلوه للدايت وحلوه للمعده ما شاء الله، عشان ما فيش زيوت يعني خاليه من الزيوت وكده ولا سمنه. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل الوصفات السهله السريعه ان شاء الله.